اول ما الاهلي خسر البطوله السنه اللي فاتت عمك الخطيب قال لك بس دقوا طبول الحرب يا حراس، ائتوني بالمنادي يجوب في الطرقات والازقه وياتوني بالصفقات، ودار الحراس يلفوا في الازقه والطرقات يجيبوا صفقات من طوب الارض من اليمين والشمال. احنا لما بنخسر 5 بطولات ما عندناش طبول الحرب، عشان احنا عندنا جيتار الحرب، بنشغل اغاني عمر خيرت وعمر خورشيد ونعزف كده الحرب منسيه لحد ما الجمهور ينسى وينام. والاهلي الجنب الثاني مشغل الغضب والسطوع وآتم بتاع فيروز ودارين يجيبوا الارض. طب يا عم انت ناقصك، قال لك اصل انا ناقص جناح. يا معلم جناحه ايه؟ ده انت عندك جناحه وعندك اوراك وعندك كبد وعندك قوانص وعندك ريش، ده انت تفتح فرارجي من ورا الجناحه اللي عندك. لا والله ابدا انا لسه ناقص لي جناحه ثانيه. طب يا معلم الجناحه ماليه الدنيا، ده كيلو الجناحه ب 80 جنيه. قال لك لا انا اروح اجيب بين شرقي. يا ابني ده بين شرقي، ده بين قلبي، ده بين مشاعر، ده بين باطي، ده بين ركب، ده بين ده انا لففته على جسمي كله، ده انا جايب شعره وبحاسبهم باليورو عشان خاطر يقولوا الحان واشعار. يا ابني ده الصنم اللي احنا صنعناه الحبا في الكيان والكلام ده. قال لك والله لا هدي لك الصنم ده، وراح طالع جايب زمن السبارس، زمن البلاستيك الالمونيا هي اللي بتتكلم، راح طالع جيب بين شرقي. ما طلعش بقى لا بين قلبي ولا بين مشاعر ولا طلع بين الله يسهل يخلص بقى ويسكت. لا انا مش هخلص. ده الجنب الثاني الرهان القطري كمان عايز ياخد ديزو عشان يعوض بن شرقي. احنا هنا المفرغه بتاع الفراخ، احنا هنا اللي بنفرغ كتاكيت وبنوزع على طوب الارض. دي مشكلتنا. اما بنخش اي صفقه مع الاهلي على طول بنسبه 100% بتروح للاهلي، الاهلي بيخلصها. امال ايه؟ ده البكويه، البشوات، البيه صاحب الابعديه، ده اللي بياخد الصفقات اللي بيخلصها في طنطة عين. واحنا مين؟ احنا معلم، احنا الناس اللي شغالين في الجهاديه، احنا الناس اللي جايبنا لمؤاخذه من النادي اللي جاي من سوق العبيد الجنب الثاني. اي منافسه محسومه خلصت. يا عم حرام عليك، انت نادي كياد ليه؟ هو انت ليه ما بتاخدش غير الناس اللي بتكون يعني انا شايف يا عم ما الدنيا مليانه جناحه ومليانه ناس ومليانه لعيبه حلوه وخير ربنا كتير، انت ليه كياد؟ انت ليه سايب الدنيا كلها ومثبت في اللعيبه دي بس؟ يا عم ده انت في اخر موسمين معلم عليها في 3 4 لعيبه. ليه يا عم ما تجيب من اي مكان؟ اشمعنى اللي عندنا حلو والكحكه في ايد اليتيم عجبك؟ واحنا هنفضل لحد امتى كده معلم واقفين مكتوف الايدي؟